ونروح بعد كده لتاني أقوى الأفلام الهندية في القائمة دي. في المركز ال12 لاجان Once Upon a Time in India. تاني أقوى فيلم هندي، وكمان تاني أقوى فيلم لعامر خان اللي كان بطل فيلم 3 Idiots. والفيلم من إنتاج شركة عامر خان للإنتاج اللي عامر خان أنشأها بنفسه، لأنه منتج ومخرج وممثل ويسد معاك في أي حاجة. ومن قوة الفيلم ترشح ل 22 جايزة منهم واحدة أوسكار. انتوا متخيلين قوة الفيلم ده؟ غير انه فاز ب 56 جايزة مختلفة منها جوائز عالمية، واكتسح سنتها في 2001 أغلب الجوائز الهندية. وفكرته شبه فيلم RRR الجديد، بحيث انه بيتكلم عن الظلم اللي تعرض له الهنود أيام الاحتلال الإنجليزي. وأحداث الفيلم في 1893 أيام العصر الفيكتوري، وكانت المملكة البريطانية بدأت تزدهر في الهند بقوة أيامها. فقرر البريطانيين إنهم يفرضوا ضرائب على الهنود أو على القرية اللي أحداث الفيلم فيها، والضرائب كانت إعجازية. فمش عارف إيه اللي هيحصل بالظبط، بس هيطلع ضابط بريطاني بلسانه الطويل يتحدى الهنود أو عامر خان تحديدا في رياضة أو لعبة الكريكت، لعبة معروفة قوي في آسيا زي كأس العالم كده. المهم بأنه لو فاز الهنود هتتلغي الضرائب، ولو فاز الضابط هتتضاعف الضرائب ل3 أضعاف. حتى بصوا على الهنود لحظة ما سمعوا الكلام ده. وتقريبا في واحدة إنجليزية متعاطفة مع الهنود هتعلمهم لعبة الكريكت، وكمان اللي عملوا الضابط ده من قفاه وضايق أصحاب المراكز الكبيرة قوي. هي حوارات كتيرة اللي شافوا الفيلم بس عارفينها، بس المفروض اللي شاف الفيلم ده يتعمل له تمثال. الفيلم 4 ساعات إلا ربع، ليه يعني؟ لا، وكمان الفيلم فيه أغاني كتير من اللي انتوا عارفينها. بس فكرة الفيلم قوية الصراحة واستحق وجوده في القائمة دي.